بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم عن أهم أسباب وفشل موت الفسائل في النخيل. أول شيء عدم استخدام عمالة مدربة لفصل الفسائل عن الأمهات، استخدام فسائل غير مكتملة النضج والعمر أقل من 4 سنوات، فسائل صغيرة الحجم والقطر، عدم وجود مجموع جذري قوي، عدم وجود تجويف أو وجود تجويف في قاعدة الفسيلة أو وجود جروح في الفسيلة، عدم تطهير مكان القطعة أو القطع الفسيلة، تأخير الفسائل في الزراعة وتعرضها للشمس والجفاف. في حاجات تانية طيب زي الزراعة السطحية للفسائل، تغطية القلب بالتراب، عدم الترديم الجيد للفسيلة، عدم دك التراب حول الفسيلة في الأرض. طبعا الفسيلة دي بتاخد هواء، بتسبب في فشل الفسيلة، تعطيش الفسيلة بعد الزراعة، طبعا الحفاظ على الفسيلة في حالة النقل، نحافظ عليها لأنها تعتبر مثل الزجاج حتى لا تنكسر، أو نحافظ على القلب أو البرعم الخضري أو الجمارة. كيف نفرق بين الفسيلة الخضرية الناتجة عن الأم والفسيلة الناتجة من البذور؟ الفسيلة الناتجة من الأم اللي هي الخضرية لها جذور، ما عدا طبعا الناتجة أو الملاصقة للأم. طبعا هي لها جذور في جميع الاتجاهات ما عدا الجهة الملاصقة للأم، غير قائمة وغير معتدلة أي مقوسة. التانية طبعا الفسيلة اللي ناتجة من البذر أو النواة، دي طبعا حلقة الجذور مكتملة وقوية، غزيرة حول القاعدة، لها جذور في جميع الاتجاهات، وضع الفسيلة قائم ومعتدل. طبعا زراعة الأنسجة، طبعا زراعة النخيل بيتم عن طريق البذور أو الفسيلة أو الراكوب أو الطاعون، أو زراعة الأنسجة طبعا اللي هي بيؤخذ خلية من النبات وتعقيمها وزرعها في وسط غذائي صناعي، في أكياس أو في أكواب داخل الصوب أو داخل المشاتل. طيب، في حاجة تانية برضو، مميزات زراعة النخيل بالأنسجة، طبعا توفير الشتلات طول العام، طريقة الإكسار للأصناف النادرة، إكسار وتوفير أعداد كثيرة من هذه الفسائل، الحفاظ على الصفات الوراثية للنبات أو الأم، إنتاج أصناف مقاومة للأمراض ومقاومة للفيروسات، إنتاج أصناف مبكرة غزيرة الإنتاج، زراعة أصناف في الصوب والمشاتل، توفير طبعا الوسط الغذائي لفسيلة اللي هي زراعة الأنسجة في الوسط الغذائي. طيب، الفسائل تحتاج إلى من 4 إلى 8 سنوات للإنتاج أو للحصاد أو لحمل محصول البلح. الري يتحمل الجفاف إلا أنه إذا تعرض للعطش مدة طويلة فإن معدل النمو الأوراق يقل وتتدهور صفات الثمار ويقل الإنتاج بدرجة كبيرة. الري المنتظم كل طبعا من 15 إلى شهر على حسب عمر صنف النبات. عدم التعطيش بعد جمع المحصول، في البداية ري غزير، في فترة التزهير ري خفيف على فترات متباعدة، وتعطيش طبعا، وعدم الري الغزير في هذه، يبقى لما نعطش ولا نروي غزير في هذه المناطق، تكون المياه وسط على طول. طبعا في الصيف بنروي من 7 ل 12 يوم، وفي الشتاء بنروي من 20 إلى 30 يوم. فترة نمو الثمار وتلوينها، الري بانتظام، فترة تصبح الثمار ري بانتظام، ري خفيف متواصل على فترات طويلة أو قصيرة على حسب الصيف أو الشتاء، ري غمر أو تنقيط. طبعا الري الغمر بيتم عن طريق الأحواض أو المصاطب أو الخطوط أو أو الجور حول النبات.
أما التنقيط بيتم بوضع خرطوم أو اتنين حول النبات، ويكون بطريقة دائرية. النخيل طبعا بيحتاج في فترة الإثمار بيروي من 10 ل 20 يوم كل يوم. طب النخيل موسم الري كل في الصيف من 7 ل 12 يوم. طب في الشتاء من 12 إلى 20 يوم. في فصل الشتاء تصل طبعا ممكن الري بيكون من 20 إلى 30 يوم. في حاجة تانية، تقسم الأراضي إلى أحواض 1.5 في 2، طولها 50 متر في الأراضي الرملية، أو الأراضي السمراء طولها 100 متر. التقاط طبعا من 4 إلى 8. طبعا النقاط بيحتاج المياه من 4 ل 8 لتر في الساعة. تحتاج النخلة من 60 إلى 120 لتر في الماء، يوميا أو كل يومين أو كل 3 أيام، على حسب احتياجها من المياه حسب الصيف أو الشتاء. ديت كل الحاجات ديت اللي هنتكلم عليها النهاردة بالنسبة للمياه. والمرة الجاية إن شاء الله نتكلم عن برنامج التسميد والخدمة للنباتات. طيب تزود طبعا المياه تدريجي في الصيف وتقل في الشتاء. بيحتاج الفدان من 60 إلى 120 لتر مياه. طبعا الري في الصباح الباكر أو قبل غروب الشمس. إيقاف الري في درجة حرارة مرتفعة أو درجة الرطوبة المنخفضة. طيب إيقاف الري أثناء الأمطار. الري بعد الأمطار صح. طبعا وقف الري أثناء الرياح الشديدة. والحلقة الجاية إن شاء الله نتكلم عن تسميد نخيل البلح والأمراض والآفات اللي بتصيب النخيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.